السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيت، بما اننا في اخر الشهر ومع اخر الشهر كمان الدنيا حر، ويعني تقدروا تقولوا في ناس كتير تقولوا ايه الاكله دي اكله المفلسين، الاكله دي بتاعت اخر الشهر. لا، الاكله دي مش اكله المفلسين ولا حاجه، الاكله دي والله العظيم خفيفه وانا بحبها، فقلت اعملها لهم النهارده الغدا بتاع النهارده. جبت 3 بصلات كده كبار وسخنت كوبايه الزيت ديت، قدحتها يعني بمعنى اصح، وقلت بقى ايه مش هصفر البصلايه، انا هدبل البصلايه وبعد كده اشيلها. بس الاكله دي خفيفه بعيد بقى عن اللحمه والسمك والفراخ، وبتتغمس بالعيش ولذيذه. فانا قلت بقى ايه، هم فطروا وقاعدين هناك كده مدورين المروحه ومستقنصين، وقالوا لي هتعملي لنا غدا ايه النهارده. فانا قلت ايه اعمل لهم الاكله دي، بما اني ان انا افتكرت النهارده يا عيال امي الله يرحمها، فافتكرت الاكله دي لما كانت تعملها كلنا نتلهف عليها، وكانت بتبقى طالعه من ايدها بسم الله ما شاء الله عليها، يعني طعم وريحه وكل حاجه الله يرحمها. فقلت انا اعملها لهم النهارده غدا كده. بس من الحر اللي احنا فيه، وانا بجيب الحاجه وجايه من السوق للاسف نسيت اجيب العيش كعادتي، فانا هخلصها واحطها على البوتاجاز، بعد كده بقى انزل اشوف العيش. ما علينا، دي مش قصتنا. انا كده حمرت البصل زي ما انتوا شفتوا كده، دبلته وهركنه، واجيب بقى البوله المحترمه دي. ولقيت في التلاجة 3 بيضات ومن الزهايمر بقى اللي عندي ان انا حتى ما جبتش كمان بيضتين عليهم، بس يلا مش مشكله. انا قلت بقى اكسرهم كده اشوفهم بعيد وبعد كده ابقى احطهم في البوله. اهم 3 دولت ماشي. وجبت 4 قرون فلفل، قعدت بقى قطعتهم كده عيال وهحطهم. انا عارفه دلوقتي وانا هعملها انتوا هتتخيلوا ايه، بس مش اللي في دماغكم. بصوا قطعت الفلفل اهوت حتت صغيره، بس طبعا ما رضيتش ان انا ايه يعني بحب امسح منه عشان ما يبقاش الفيديو طويل وتزهقوا. ودولت بقى ايه كزبره وبقدونس ماشي، وهقلبهم. استنوا هي نسيت التوابل، نسيت التوابل. انا قلبت كده البيض على الفلفل على الكزبره وكنت هنسى التوابل. لا اهي بصوا، معلقه بهارات وفلفل وملح. انا مش عارفه اليومين دول يا جماعه بقيت بنسى كتير، بس يلا الحمد لله. بصوا بقى، وقعدت بقى ايه اقلب كده التوابل بقى مع البيض مع الكزبره مع البقدونس، وادي كوبايتين دقيق ماشي، ومع كوبايتين الدقيق باكم باودر عشان تنفش كده وتبقى حلوه كده، واحنا قاعدين نغمس كده تبقى ايه، تبقى حاجه كده مستويه طعم وريحه ونفشان. بصوا يحسوا كده ان هم ايه هياكلوا صباحهم وراها. لان انا ساعات لما اجي اقول لهم هعمل لكم الاكله دي يقعدوا يقولوا بوسهم، بس ساعه ما يلاقوها طالعه من الفرن كله بيتعارك عليها. بصوا اقعد بقى اقلب فيها كده، بس انا هجيب معلقه عشان الشوكه دي مش نافعه. استنى البصل اهو، كنت هنسى البصل. قلت بقى يا بنتي ايه حطي بقى البصل، صدقوا كنت هنساه. انا كنت بتضايق رايحه اجيب المعلقه لان الشوكه مش مساعداني ان انا اقلب. بس انا بقلب بالراحه لان المفروض كنت حطيتها في حاجه اوسع، بس يلا مش مشكله الدنيا حر مش مشكله. انا شلت اهي الشوكه وهقلب بقى بالمعلقه. الدنيا حر والواحد مش طايق نفسه، الواحد في الحر بيفرهد. امتى بقى الشتاء يجي؟ امتى الشتاء يجي خلي الواحد يرتاح من السخونيه اللي احنا فيها دي؟ لان انا بصراحه بحب الشتاء اكتر من الصيف. اي نعم هتقعدوا بقى تقولوا لي ازاي، اقول لكم انا كده، انا احب الشتاء اكتر من الصيف. ما علينا، قعدت اقلبها كده، قلبت كل الحاجات دي على بعضها، وكنت بقى مولعه الفرن قبلها بربع ساعه عشان يسخن، لان الفرن اللي عندنا بعافيه حبتين 3، فلازم تدخليها على فرن سخن مولع نار عشان تطلع معاكي كده حلوه ونفشه وطعم وريحه. واللي لسه ما قامتش تعمل الاكلها كده تقوم تشطر، لو مش عايزه تعمل اي حاجه كده، عاوزه تعمل كده حاجه بسرعه كده في بوله واحده، وهتلمي اللي في التلاجة. يعني انت لو عندك خضره، عندك فلفل، عندك بيض، كوبايتين دقيق، هتعملي الغدوه دي. الا بقى ان كنتي بقى زي كده ما عندكيش عيش، وعلى بال ما هتطلعيها تروحي تجيبي عيش، ده فيها كلام تاني. المهم ان هي اكله كده سريعه ولذيذه وبعيد عن اللحمه والسمك شويه، وفيها بروتين برضو لانها فيها بيض، ولو عايزه تكتروا فيها بيض كتروا عادي كتاكيتي مفيش مشاكل. ادي بقى الصينيه المعتاده بتاعتنا، ودهنتها ايه دهنه زيت كده عشان بحب كده وانا بغمس الحته المتحرمشه اللي في القعر دي، بموت فيها. بس حطيت بقى كل ده في الصينيه كده،
على فكره انا بحبها احطها في صينيه تكون كبيره شويه، يكون في مساحه عشان تبقى ايه، ما تبقاش تخينه قوي، تبقى مفروده كده في الصينيه. انا بحبها كده. انت لو عاوزه تحطيها في صينيه اصغر حطي عادي مش مشكله. في ناس بتحب الخرط تبقى تخينه، انا بحب الخرط تبقى رقيقه شويه. عرفتوا انا بعمل ايه يا عيال؟ بعمل عجه. طبعا هم قاعدين هناك مش عارفين انا هغديهم ايه النهارده، اصل انا قلت اعملها لهم كده ايه، انا عاوزاهم يطلعوا من الاوضه على الريحه، هم خلاص كده بداوا يحسوا. اهي صينيه العجه شايفين بقى، ما اقولكوش يا عيال على ريحتها، بس هي دلوقتي سخنه مولعه نار. بس انا طبعا ما برضاش استنى لما تبرد، انا بحب كده اقطع الحاجه قدام منكم عشان خاطر بس ايه اوريكم الحلاوه. استنى هقطع لكم مربع من النص، هقطع المربع ده من النص، ويا رب بقى عشان هي سخنه مولعه وانا عاوزه اجيبها صح. بص انا ماسكه البتاعه مش عارفه اجيبها منين، اجيبها كده ولا اجيبها كده، بس اهي هتيجي معايا. شايفين يا عيال؟ عارفين لو كان عندي عيش دلوقتي كنت قعدت غمستها بيها، بس انا هنزل اجيب عيش واجيب جرجير كمان. يلا مش هقول لحد هات لي حاجه، عشان لو قلت للاستاذ بودي هيقول لي الدنيا حر وانا تعبان. انا هحطها دلوقتي وانزل اجيب العيش. يلا بقى كده ايه اللي لسه ما عملتش تعمل غداها تقوم تشطر، وربنا يجعل يومكم كله خير. حاجه كده خفيفه ومش مكلفه وبتنفعنا كلنا في اخر الشهر زي ما بيقولوا. ولو ان انا من وجهه نظري ما بحبش كلمه الاكله بتاعت المفلسين بتاعت اخر الشهر، لا والله العظيم الاكله دي احلى اكله، واكله حرشه مع عيش مع حبه مخلل كده. وربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده، واللي نفسه في حاجه يحققها. ويلا قوموا بقى كده الشطار